بونجور، اخباركم ايه؟ انا ميمي. معلومه كده على السريع بالنسبه للطماطم، اذا كانت طماطم شري او طماطم عاديه، يعني ابتدت تطلع الطماطم لازم نخف من حواليها الورق. يعني ايه؟ هخش كده وهقص. ليه؟ لان الطماطم بتحب الشمس القويه، الورق ده بيحوش عنها الشمس، فمش بتاخد كفايتها من الشمس. انا عايزاها تبقى باينه للشمس. تاني حاجه، الورق ده كله بياخد من غذاء النبات. يعني ايه؟ يعني الورق دوت كل ما اجي اسمد التربه او اخد ميه او اي حاجه بيروح الورق يغذي. بس انا مش عايزاه يروح يغذي الورق بقى، انا عايزاه يروح يغذي الفاكهه بتاعتها او الخضار بتاعها اللي هو الطماطم. فلما اشيل الورق او اخف الورق زي كده، انا بقلل حجم الورق او كميه الورق، فغصب عن النبته لما تسحب التغذيه من التربه هتروح توديها للفاكهه بتاعتها عشان تكبر وتتحسن. اهم حاجه ايه؟ نشيل كده نطمن ان ايه؟ الشمس جايبه الزرعه كامله. انا بشيل فروع مطلعه اصلا ورق، مش مطلعه طماطم. يعني حاجه زي كده اهو شلتها. بصوا فضيت حوالين النبته كده ازاي. كده هيجي لها شمس وهتحمر وتبقى لطيفه وظريفه وهتكبر، لان انا قللت مجموعه الورق. فالنبات بقى دلوقتي بدل ما هيروح يدي التغذيه كلها للورق الكثير، هيبقى مركز قوي ان عنده ثمره وهيروح هيغذيها. باي باي.